غير ثلاثة ما نختار. قال هيك بيحكوا ومنزلين فيديوهات هلا قاعدين بيحنحنوا على الرئيس بشار الأسد. بقول لك غير ثلاثة ما نختار. قال صحفي بيسأل والبنات والشباب صاروا يقلدوا في شو اسمه. قال بقول له غير ثلاثة ما نختار: الله، سوريا. تيجي بتقول له الأسد. أماني أماني عيدها، أماني عيدها، أماني عيدها، لا تصور، أماني عيدها. بيجي بعيدها بقول له طيب ثلاثة ما نختار: الله، سوريا. بتقول له والأسد. والأسد يعني أنها داقرت. واو 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 يا جماعة، الأسد راجع، وحياتكم راجع، حاكيها من أول يوم وقايل لكم عن المخطط قبل ما يغيب. أنا مش مع الأسد، عشان ما بكرة تقولوا لي احنا مش عارفين مين الضحية ومين الظالم ومين الكذا. هلا كلكم مش عارفين، أنا عارف بس ما بحكي. المهم بعض الأسئلة بتعرض لها أنا: من أفضل أو مين أحسن، الجولاني ولا الأسد برأيك أستاذ عوني؟ بقول لهم أنا برأيي أفضل إشي الشعب، أفضل من الاثنين إذا شغلوا عقولهم. غير ثلاث ما نختار. يعني دشرتوا الرسل انتم، يعني معناته طلعتوا مش مؤمنين إلا بحكم فوق راسك. للعلم حكيت لكم إياها، لا تخجلوا تطالبوا في بشار. كلياتكم بتتمنوا رجعة الأسد، كلياتكم بتتمنوا رجعة الأسد. في ناس بقول لي السيء أفضل من الأسوأ ونحن نصنع الطغاة. شوفوا يا جماعة، اللي هربوا من الأسد ما رجعوش على الجولاني. اللي هربوا من الأسد ما رجعوش على الجولاني. يعني هل إذا راح الجولاني راح يرجعوا؟ لا. هل الأسد إذا رجع راح يرجعوا؟ لا. هل تعلموا أنه 14 سنة حرب الله يعينكم عليها في سوريا؟ بس بتعرفوا مين اللي كان يحارب لحماية الوطن؟ هل هو الشعب أم الرئيس؟ صراحة مين اللي كان يحارب حماية للوطن؟ مين اللي كان يدافع عن الوطن من العقارب الموجودة في الوطن؟ هل العقارب كانوا يدافعوا عن الوطن من الرئيس الحاكم، أم الرئيس كان يدافع عن الوطن ضد هاي العقارب؟ خليكم منطقيين. الشعب عمره ما دافع عن الوطن. هاي كذبة كبيرة. والرئيس إذا بدكم تسموه خاين، انتوا ايش؟ انتوا ايش؟ مش النية انه على اساس باب الجنة مفتوح لك؟ انت لا اخترت النار ولا اخترت الجنة، انت قاعد تدور اختار رئيس. انت قاعد بتدور تختار رئيس، ما عم بتدور تختار وطن او تختار حماية وطن من عقارب. حربك فيها حرف الدال يا نون. والمشكلة أنك لا تفقه شيء في الدال يا نون، ولا تفقه شيء. يعني زي لما نقول لك أنت حافظ مش فاهم، بالدال يا نون أنت لا حافظ ولا فاهم، أنت بتدور على هوية بالدال يا نون فقط فقط. فيا جماعة أنا بعطيكم شرح مفصل فقط ورأي شخصي، وبترك الرأي إلكم. الشعب إذا بيشغل عقولهم
أدمغتهم المخ يشتغل عندك، ساعتها بتعرف أنه الوطن أهم من تغيير شخص القصر. شخص القصر كان يدافع عن وطن من عقارب. بتعرفوا لو عندكم رئيس غير بشار بتلاقوا بشار ما عمل فيكم 1% زي اللي عمله رؤساء غيره. رؤساء غيره هذا إن كان هو اللي أمر بهيك أوامر. شوف دائما بيقولوا تشلب الشيخ شيخ، تشلب الشيخ شيخ. شو معناته الحكي؟ الحكي الشيخ قاعد بس شلبة شيخ هو اللي قاعد بيعوي وبعض. شلب الشيخ هو اللي بيعوي وبعض، والشيخ ما بيقدر يمنع الشلب من أنه يعض ويعوي لأنه بيحميه. إذا بده يعاقب الشلب معناته راح الشيخ. إذا الشيخ بده يعاقب الكلب راح الشيخ، راح. فالشيخ وين ما يكون موجود شلب الشيخ بيحميه على الفطرة هيك. إذا ما حماه ما بكون له واجب، معناته هو عايش للحماية، يحرس ويحمي. فلهذا السبب الشلب ظله حي. وإذا هلا قاعدين بتنقوا في الشلاب هاي، سامحوني على اللغة، بتنقوا فيها عشان تصفوها، ترى المو شلب صار شلب، بس صار شلب بري مش مربى. وهيك صارت الكارثة لا سمح الله. أعطوني رأيكم في الإشي اللي أنا شرحته بكل سلمية ومحبة وسلام عن ما بيصير في بلادنا، والله يحميها ويحمي شعبها بكل طوائفها ومنابتها ومعتقداتها وقومياتها. جاوبوني بالكومنتات ما رأيكم بالحكيته. أنا مش مع بشار، أنا مع السلم والمحبة والسلام. أعطوني شو رأيكم. الله سوريا وإيش؟ جاوبوني تحت في الكومنتات، ويعطيكم ألف عافية. معكم سياسي أردني عوني حدادين من النرويج، بخاطركم.